السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد سهل جدا وجميل زي ما تعودنا مع بعض. وحشتوني، بقالي زمان ما نزلتش فيديوهات وكمان ما صورتش، بس النهاردة الحمد لله رجعت لكم تاني على خير. بناء على طلباتكم ولقيت تعليقات جميلة جدا ان انا غبت شوية. بجد بشكركم قوي وربنا يبارك فيكم يا رب، وانتوا حياتي وعمري واصحابي واصدقائي، وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم سند ليا في الدنيا. النهارده ان شاء الله باذن الله زي ما انتوا شايفين انا هنا عند اختي في مطبخها. فطبعا هنعمل مع بعض باذن الله دكر بط جميل كده. هنعمله بطريقه بسيطه جدا وسهله. غسلناه مع بعض الاول بالدقيق والملح والليمون، وغسلناه غسله كويسه قوي لحد ما شاء الله بقى نضيف اهو تماما زي ما انتوا شايفين. هنعمله بطريقه سهله قوي، هنسلقه سلقه كده جميله مع بعض، وباذن الله هنشويه شويه خفيفه قوي في الفرن بطريقه سهله وبسيطه قوي. لو عندك اي عزومات تقدري ان انت تعمليها وتاخدي في الاخر افضل نتيجه. زي ما انتوا شايفين المقادير بسيطه جدا. معانا هنا دكر بط، ومعانا طماطمايه كده وبصلايه، ومعانا ورق لورا ومستكه وحبهان وشويه فلفل اسود، بس مفيش اي حاجه تاني. وكمان انا يعني دلوقتي هاخد دكر البط اللي معايا، انا حاطه حله عندي على النار، بس المره دي ما حطيتش فيها ميه. انا عاوزه ادي للدكر بتاعي تشويحه حلوه كده في البصلايه والطماطميه والبهارات اللي عندي. وبعد كده بعد ما نديله تشويحه حلوه وصدمه حلوه نبتدي ان احنا ننزل عليه بالميه. بيكون الشوربه طعمها اطعم واحلى. يلا بينا دلوقتي نروح على النار ونشوف هنعمل ايه. بس قبل بقى يعني ما تتابعوا معايا، فضلا وليس امرا ما تنسوش تحطوا اللايك للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس لو اول مره تتفرجوا عليا. يلا بينا. حطيت هنا حله عندي على النار. الحله اللي معايا يا جماعه دي حله الضغط او الحله البريستو، لان دكر البط اللي معايا هيغيب كتير قوي على ما يستوي. لو انت طبعا ما عندكيش حله الضغط تقدري ان انت تطبخيه في حله عاديه خالص وتسيبيه ياخد على قد ما ياخد بقى ساعتين 3 حسب السوا بتاعه طبعا. فدلوقتي يلا بينا نقول بسم الله ونبتدي ننزل في الحله السخنه اللي معانا بدكر البط. بسم الله. عاوزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله كبير ومحترم كده والراجل مالي مركزه. فدلوقتي بقى تعالوا بقى دلوقتي يلا ننزل بسم الله بورق اللورا والمستكه والحبهان والفلفل الاسود كده بسم الله. وكمان هننزل بالبصلايه المتقطعه معانا والطماطمايه او القطايه مفيش مشكله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيبه بقى 5 دقايق كده، وبعد كده ابتدي ان انا اقلبه علشان ياخد صدمه او ياخد تشويحه على الوشين الاتنين، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى رجعت لكم تاني. طبعا انا كل شويه عماله اقلب فيه علشان يتشوح وياخد كده صدمه كويسه قوي. عاوزه اقول لكم كمان عامل ريحه حلوه قوي زي ما يكون مشوي. تعالوا بينا بقى يلا دلوقتي ننزل بالميه بتاعتنا. يفضل جدا لو يكون عندك الكاتل او الميه المغليه تنزلي بيها، لو مش جاهز يعني عادي انزلي بالميه مفيش مشكله. يلا بينا نقول بسم الله وننزل بالميه بتاعتنا كده بسم الله، ونظبط بقى كميه الميه على قد الحله اللي عندنا. دلوقتي بقى خلاص انا ظبطت الميه عندي والدنيا بقت تمام. هغطي بقى الحله بتاعتي وهقفل عليها لحد ما الدكر بتاعي يستوي، وبعد ما يستوي هوريهولكم بنعرف ازاي ان هو استوى، وبعد كده نشوف هنعمل ايه علشان نشويه في الفرن شويه خفيفه كده مع بعض. استنوني. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين معايا بسم الله ما شاء الله الدكر بتاعنا استوى وبقى زي الفل اهو. طيب احنا بنعرف منين ان الدكر بتاعنا استوى او البطايه اللي معانا استوت؟ زي ما انتوا شايفين كده هنا العظم بيفصل عن اللحم تمام، وبتبتدي برضو ان انت تنغزي كده بسكينه بتلاقي ان ما شاء الله اللحم معاكي بقى دايب، وهو اصلا ما شاء الله باين عليه عشان احنا بنحب البط مستوي شويه، فما شاء الله عليه هو باين عليه ان هو تمام. وتعالوا اوريكم كمان الشوربه اللي طلعت منه. بسم الله ما شاء الله الشوربه بصوا تحفه تحفه تحفه. نعمل عليها بقى باميه، نعمل عليها اي نوع خضار نشربها كده مع عصير ليمونه. ما شاء الله تحفه جدا وطعمها جميل بسبب التشويحه اللي احنا عملناها لدكر البط اللي معانا قبل ما نسويه. دلوقتي بقى انا عاوزه اعمل
دلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا عاوزه ادهن بقى دكر البط اللي معايا اي خلطه كده من على الوش تديني لون جميل. فحطيت معلقه كاتشب كبيره وشويه سكر وشويه ملح وشويه قرفه صغيره، تمام، ومعلقه زيت. بس هي دي كده الخلطه بتاعتنا. طبعا ممكن تحطي بدل الكاتشب اللي معانا صلصه، بس انا بفضل قوي لو انا هدي لون كده للمشاوي في الفرن، الكاتشب بيدي لون يا جماعه احلى من الصلصه، على اساس الصلصة بتسود بسرعة وبيكون لونها مش لطيف، فالكاتشب بيكون يعني الطف واحسن. جربوه مش هتندموا. يلا بينا بقى ندهن الدكر كده بتاعنا بعد ما قلبنا طبعا كويس قوي عشان نتأكد ان السكر اللي معانا داب والملح. نبتدي بقى نقول بسم الله وندهن. تمام اهو زي ما انتوا شايفين بيدي لون بقى تحفة. هكمل بقى الباقي بنفس الطريقة. خلاص تمام قوي كده. هدخله بقى الفرن تحت الشوايه، مش هنحتاج خالص نشغل طبعا الفرن من تحت، هنشغل بس الشوايه من فوق ياخد لون جميل كده، وبعد كده بنقلبه على الناحيه التانية وبنعمل نفس الخطوه اللي احنا عملناها. وفي الاخر هقدمه معاكم. بس في نقطه مهمه نسيت ان انا اقول عليها، واحنا بنسوي دكر البط الملح ما تنزليش بيه في الاول غير في الاخر خالص قبل ما تطفي عليه، على اساس الملح يعني بيقلل او ما بيسرعش من عملية التسوية، بالعكس. فيفضل بالذات في دكر البط عشان بياخد وقت معانا ان احنا نحط الملح في اخر مرحلة خالص قبل ما نطفي عليه. تمام. يلا بينا ندخله الفرن وهرجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي. استنوني. دلوقتي رجعت لكم تاني بعد خلاص دكر البط بتاعنا بقى الجميل، حطيناه في سيرفيس كده وزوقناه بطريقة لطيفة وبسيطة وسهلة جدا. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ لو جايلك بقى ضيف او عايزه تعملي في بيتك كده لاولادك بنفس الطريقه دي، الموضوع سهل جدا وبسيط زي ما شفنا مع بعض. بتمنى ان شاء الله تجربوه على طريقتي وتقولوا لي رايكم في التعليقات. كنت معاكم سمر من قناه منوعات ووصفات مع ام تسنيم، واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه.